الكويتيين انهم مقدمين حقائب سياسيه ماليه للسياسيين للتوقيع على الاتفاقيه. البقيه ليش ما ترضى توقع؟ انه هذا الموضوع هو يدخل به المال السياسي. هاي فقره يدخل به التطبيع بشبهات تطبيع مع الكيان. مستقبلا اكو رؤى انه الكيان يريد ينشئ قاعده بالكويت، والكويت حجمها صغير ويريد ممكن ياخذ الخور يسوي قاعده عسكريه. راح يصير عندنا انزياح بالهويه المحليه، راح يصير هذا الانزياح خطر كبير جدا. يعني احنا لا نفطنا محصين من عده شيء، زراعتنا بادوها، الصناعه انتهت. تطبيع اكو بين خور عبد الله، بين خور عبد الله الثاني اللي اسميته انا خور عبد الله الثاني اللي هو حمايه المستثمر السعودي. عندنا مصفى بالصومال والحكومه حاليا ما تدري بيه. هذا الحكومه ما تدري بيه؟ اي ما تدري بيه. ذاك اليوم بالمؤتمر القمه رئيس الصوماليه بلغ الحكومه قال ما بعدكم مصفى، يعني صار له كذا سنه ومتوقف. يعني 20 سنه الحكومه العراقيه ما تدري عندنا خط مع الصومال.